اهلا بيكم. انا سامية علوبة، عايزة اوريكم حركات للايدين لانه برضو انا شخصيا وناس تانية كتير بمرنها بيشتكوا من صوابع. الصوابع اوقات بيجيلنا حالة انه كانت الصوابع بتشنكل. انا حصلت لي الحالة دي، صباعين بالذات كانوا بيشنكلوا في ايدي. كنت بتكلم مع الدكتورة بتاعتي فقالت لي تحبي ابعتك لحد متخصص ايدين واعصاب؟ قلت لها لا متشكرة قوي، انا هركز وهعرف اخلص من الموضوع ده. والحمد لله فعلا عرفت. عايزة اوريكم انا عملت ايه عشان لو حد فيكم عنده نفس المشكلة يعملها. حاجة بسيطة جدا. الاول انا دورت على ايه السبب انه يكون بيخلي الصوابع تشنكل. عرفت انه من الاسباب لما يكون واحد بيمسك حاجة بقوة كده وبيقفل عليها كتير بصوابعه، وده انا بعمله طبعا في حصص لما بمسك اوزان او بمسك التوب المطاط للتمرين عشان مقاومة، فده بيحصل كتير. قلت هعمل العكس، مادام ببقى عاملة كده يبقى هعمل كده، انه صوابع عكس بعض ضد بعض، الكف من تحت بعيد عن بعض. فكذا مرة ادي، وفعلا خلاص الحمد لله دلوقتي صوابعي مش بتشنكل خالص. وبعدين كده كأني بلم حاجة بالصوابع وبزقها وابعد وافتح الكف جامد قوي. ادي تمرين تاني طبعا ممكن بالايدين. وبعدين العد صباع 5 5 4 3 2 1، واخلي كل صباع مفرود قد ما اقدر. وبعدين المس طرف كل صباع كذا مرة. وبعدين الصباع الثالث والرابع اقفل التانيين والثالث والرابع. ده كنت تمرين شفته صراحة وبعمله برضو. وبعدين كلهم بيجري الدم وبيلين مفصلات الصوابع وخلاص. وبعدين بعمل كده اللي هو العد بسرعة، وفي نفس الوقت بحرك الريست وبعمل كده كمان وكده. فكل جزء في جسمنا مهم قوي لما نحركه ونمشي الدم فيه. يا رب يكون ينفع الناس اللي عندها شنكلة في الصوابع.